السلام عليكم. ناجتس الفراخ من الحاجات اللي يعني معظم الأطفال بيحبوها جدا، يعني لو جينا مثلا خرجنا في أي وقت ناكل برا تلاقي الأطفال دايما يطلبوا ناجتس. تمام. هنعمل النهاردة أحلى وأطعم ناجتس بيتي كده، جميل جدا جدا. منفوش كده من جوه، ما هواش مكتوم ابدا، التسوية بتاعته جميلة وطعمه تحفة قوي قوي. هتحبوه جدا يعني، وهتعملوه في البيت وهيطلع احسن الف مرة من اللي بتشتروه من بره او من اللي بتاكلوه في اكبر المطاعم بره. تمام. تشوفوا ازاي منفوش كده وتحفة، هنعرف كل التكات والتفاصيل بتاعته، بس تابعوا معانا الفيديو للاخر وهتعرفوا كل حاجة وكل اسراره. تمام. يلا نبدأ كده مع بعض. معانا كيلو من صدور الفراخ متقطع كده عشوائي. ممكن تحطي كمان من الوراك زي ما تحبي، يعني انا استخدمت صدور بس. ممكن كمان تستخدمي وراك مخلية. هنضربه ضربة حلوة كده في الكبة. تمام كده، من غير اي توابل ولا اي اضافات تانية خالص، لحد ما نوصل لحد ما نوصل كده للفرم اللي احنا عايزينه، زي ما انتوا شايفين كده. طريقته سهلة جدا جدا، جربيها بس معانا وان شاء الله هتطلع معاكي تحفة جدا وزي الفل. هنفضيه بقى في طبق كده ونبدأ نحط بقية الإضافات بتاعتنا. تمام كده، فرمنا الكيلو. هنبدأ نحط بقى معلقتين كده من الدقيق. ده دقيق عادي جدا متعدد الاستخدامات. تمام، معلقتين كبار. وهنحط 3 معالق من الفيجيتار. انا بستخدم فيجيتار بجيبه سايب من عند العطار. بجيب فيجيتار حار وفيجيتار بارد وبخلطه على بعضه وبستخدمه في اي حاجة. هنبدأ نحط كده 3 معالق من يبقى معلقتين دقيق و3 معالق من الفيجيتار. وهنحط معلقة صغيرة من الثوم البودر والبصل البودر والفلفل الأسمر، ومعلقة صغيرة كمان بابريكا، ومعلقة صغيرة كده بهارات، ونص معلقة ملح. والإضافة بقى الرهيبة اللي هتخلي لنا الناجتس تحفة جدا، وربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر. تمام كده. دي هتنفش لك كده العجينة بتاعت الفراخ، وهتخليها لك مش مكتومة خالص وتحفة معاكي جدا. مش هتفك معاكي ولا اي حاجة، بس هتنفشها كده وتخلي تخليها مش مكتومة من جوه. كل ده بقى هنعجنه مع بعضه كده جامد لحد ما ونلم فيه كده خالص، يعني ما نخليش فيه اي حاجة من الحاجات ديت خالص كده في الطبق، لحد ما نوصل لمرحلة كده ان هو ايه، ما يبقاش بيلزق زي اول مرة يعني. تمام. خلاص كده، هنجيب بقى الكاونتر عندك او الخشبة او القطاعة اللي انت بتقطعي عليها. انا غلفتها كده بستريتش راب. ممكن تحطي كيس او اي صينية عندك مثلا شكل مربع كده، او اي حاجة بتاخد الشكل ده. هنبدأ نفردها عليه كده بسمك سنتي. متهيالي معقول جدا. لا، نص سنتي كده معقولة قوي. تمام، هنبدأ نفرده كده ونسويه. طبعا ممكن تستخدمي اي حاجة تانية، مثلا حجم مدور او حاجة، بس انا فضلت انها تكون حجم شكل مربع كده او مستطيل، علشان ان احنا ما نرجعش ناخد منها تاني ونرجع نعيد تشكيلها يعني. تمام كده، خلاص دخلتها بقى الفريزر من 10 دقايق لربع ساعة. طلعتها بقى من الفريزر وهنبدأ ان احنا نقطعها. ده شكلها بعد ما طلعت من الفريزر. وشوفوا السمك بتاعها زي ما انتوا شايفين كده. تمام. هنبدأ بقى ان احنا نقطعها. انا قطعتها كده زي ما انتوا شايفين مربعات بسكينة حامية كده. وطبعا لما دخلت الفريزر تماسكت، فما هياش هتتقطع معانا، يعني هتيجي تشيلي الحتة كده تلاقيها متماسكة في بعضها. تمام كده. هنقطعها بقى بالطول كده وبالعرض. لو السكينة معاكي حسيت ان هي بدأت تلزق كده في الفراخ، ممكن بقى بمنديل مطبخ ولا حاجة وتمسحيها كده. تمام كده.
طبعا مش شرط خالص ان انت تعملي شكل مربعات، يعني ممكن تعملي بقى شكل دايرة، شكل مستطيل، اي حاجة عندك. مثلا لو عندك القطاعات اللي هي بتاعت الكحك مثلا والبسكوت، انت ممكن تقطعي بيها عادي، مفيش اي مشكلة عندك. ممكن تعملي شكل قلب، وممكن تعملي دواير، يعني زي ما تحبي بقى الشكل ده. يعني افتكسي فيه براحتك بقى. انا عملتها كده زي ما انتوا شايفين، شكل مربعات كده. بعد كده محضرة عندي طبق كده فيه بيضة وعليها شوية لبن، شوفوا قد ايه متماسكة، جميلة جدا. تمام، محضرة بقى طبق كده فيه بيضة وشوية لبن، وعليهم شوية كده من الملح والفلفل الاسمر والبهارات. وطبعا طبق البقسماط محطوط اهو، اللي هو اللي انا قلتلكوا عليه. بستخدم بقسماط حار وبارد، وبخلطهم ببعض واستخدمه. بنبدأ ان احنا نسويها بقى كده، ونحطها كده في البيض واللبن، وبعد كده نحطها في البقسماط. طبعا هي لو مستخدماها قبل ما تخش الفريزر، هتلاقيها مش متماسكة معاكي كده، وصعب ان انت تشيليها. يعني هتشيليها وهتعمليها، بس يعني هتتعبك شوية. فالافضل طبعا ان انا احطها في الفريزر بتاع 10 دقايق، ربع ساعة كده، بتطلع معاكي متماسكة وجميلة جدا. تمام، اهم حاجة طبعا نغلفها بقى كويس كده بالبقسماط زي ما انتوا شايفين. عايزة تعملي شكل المربع زي ما انا عملته كده، بتعمليه. ممكن بقى نعمله زي الناجتس اللي بنشتريه جاهز كده في الاكياس. بنضغط بس على الحرف بتاع المربع كده، وبنضمه لتحت، فبيطلع معاكي الشكل اللي انت شايفاه ده. تمام. وزي ما قلتلك بقى، انت بتعملي الشكل بقى اللي انت حباه. هنحطها برضو كده في البيض واللبن، وبعد كده نحطها في البقسماط. اهم حاجة بس تتغلف كويس كده بالبقسماط، علشان لما نحطها في الزيت تبقى كل التسوية واحدة، يعني ما نلاقيش مثلا حتة عليها بقسماط وحتة لأ. تمام، زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ انا بقى ايه، هنا بقى كنت بوريكم هي قد ايه متماسكة، ما هياش سايبة من بعضها، يعني بنمسكها كده من الحرف بتاعها مش بتقع ولا اي حاجة. عملت انا بقى الكمية كلها، يعني عايزة اقول لكم الكيلو عمل معايا 28 قطعة ناجتس. تحفة جدا. وطبعا زيت طبعا عندك سخن كده، ونبدأ ننزل بالناجتس كده زي ما انتوا شايفين. طبعا عدد الناجتس عندك ده بيرجع للحجم اللي انت عاملاه والسمك اللي انت عاملاه. ممكن تعملي اقل، ممكن تعملي ازيد. خلاص، انا كده كنت حمرت الكمية كلها. شوفوا طالع تحفة جدا جدا ما شاء الله. كل الاطفال هيحبوه، هيعجبك جدا. والبيكنج باودر اللي احنا حطيناه مش هيخلي الفراخ عندك مكتومة، هتبقى تحفة جدا ومنفوشة كده وهشة، ومستوي طبعا من جوه زي ما انتوا شايفين. جميل جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده اهو. دي الكمية كلها عندي. اللون طبعا تحفة جدا، ومستوي من جوه. اتمنى ان انتوا تجربوه. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو الفيديو عجبكم. السلام عليكم.